شوفوا يا جماعة، فنزويلا على بعد خطوات قليلة من حدوث الحدث المرتقب. امبارح بالليل ترامب قال يبدو ان انا اتخذت قرارا خاصا بفنزويلا. فالقرار اتاخد. طبعا النهارده طلع بعد ما قال خدت قرار في نفس التصريحات يعني، وقال لك ان انا ربما اجري لقاءات تفاوضيه مع نيكولاس مادورو. والحقيقه يا حبيبي، عنده 17 سنه اخونا احمد، ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم، انت زي ولادي يعني. استاذه ساره باهي، احنا اتكلمنا في موضوع الانتخابات من بدري، انت اللي دخلتي متاخر. ترامب بيقول ايه؟ بيقول ان انا ربما، الحمد لله احنا وصلنا 4500 متابع على اللايف، وده من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وتفضل حضراتكم انكم بتقتطعوا من وقتكم الثمين ده. احنا القناه فيها 30,000 بس، فبيبقى 4500، وبخلص البث بلاقي شافها يجي 60,000، فربنا يبارك فيكم. فترامب بيقول امبارح في التصريحات انا خدت قرار، خلاص اتخذت قرار بفنزويلا وربما اجري مفاوضات مع مادورو. طبعا هذا الكلام عبث ومحاولة تمويه وتنويم مغناطيسي المادورو، بس لانه لحد دلوقتي ترامب خايف. قبل ما ادخل لكم الهوا بشويه، CNN برضو اتكلمت على الموضوع وقالت ان ترامب بيعتقد او يتمنى انه الحشد الكثيف، القوات اللي عمال يرصها هناك عند الكاريبي وحامله الطائرات جيرال فورد والغواصه النوويه واللي بعته ده كله ده، ربما هذه الاشياء تجبر مادورو على التنحي. يخاف يعني، يشوف انه امريكا جت بخيلها وخيلائها، وجت ببوارجها وحاملات طائراتها، فما فيش مفر، خلاص القرار اتخذ وامريكا هتخلص عليا، فيتنحى ويلجأ الى الخروج. وامبارح جلة بوليتيكو نشرت تقرير وقالت انه ترامب من ضمن الخيارات اللي فاتحها انه يدي حق اللجوء لمادورو. يعني ايه؟ يعني يقول له عايز تمشي اتفضل امشي، احنا مسامحينك، خد مراتك وعيالك وذهبك وفلوسك ومجوهراتك ومش عارف ايه واتباعك واتفضل. وعنده عدة اختيارات، اداله اختيار في تركيا، وعند مادورو عنده علاقة طيبة مع اردوغان، لانه اردوغان وقف مع مادورو في ازمة ولاية ترامب الاولى. برضو حصلت نفس المشكلة دي في ولاية ترامب الاولى، وترامب حاول يغتال مادورو، فهو اللي وقف معاه اردوغان، وهنا مادورو جزار اردوغان هنا في تركيا. فمديله اختيارات، ترامب مديله اختيارات، اما انه يروح اذربيجان او كوبا جنبه، او يروح تركيا او روسيا، اللي يعجبه يعني. انت بس ايه، سيب الحكم وهنسيبك تعيش وتهيص في الفلوس دي، بس اتفضل يلا، عشان احنا محتاجين البترول بتاع فنزويلا ومحتاجين خيرات فنزويلا. فهو هنا ترامب ضاغط في الحكايه دي بشده، انه بيخوف مادورو عشان يعني ايه، ركبه تخبط على الجيران ويروح خارج في حق اللجوء في الكلام ده كله، اذا يعني ايه استطاع ان ينهي الحرب بدون رصاص. اما اذا كان كده فخلاص، يعني اذا رفض مادورو فهيكون الهدف الاساسي والاسمى والاول هو التخلص من مادورو فقط. لانه CNN نشرت النهارده ان ترامب متردد بشده في خوض العمليه البريه. بس ده معناه ايه؟ معناه ان العمليه الجويه ربما تبدا الليله بكره، يعني هتلاقوا ايه، لانه خلاص وزير الحرب اعلن الحكايه دي اول امبارح، انه عمليه الرمح الجنوبي انطلقت، بس مفيش حاجه انطلقت لسه. هم اعلنوا العمليه بس مفيش حاجه انطلقت، فربما تبدا العمليات الجويه هو بس الفرصه متاحه لفكره الضغط على مادورو او التفاوض مع مادورو لخروجه كلاجئ الى اي دوله ويسيب الحكم والموضوع يخلص، او التخلص منه قتله. ده اللي بنديله وقت. لو الدنيا يعني خلاص مفيش نو واي وخلاص الدنيا قفلت، يبقى نطلع ايه، نبدا الضربات الجويه. لكن ترامب متردد بشده في فكره الغزو البري، لانه هو يعلم جيدا انه هيحط رجله في فيتنام جديده. فربك كبير ان شاء الله، ربك كبير ان شاء الله.